بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ النهاردة هنعمل مع بعض البامية. هنعمل مع بعض البامية الخضراء كده بكل حركاتها وتركاتها، وهنبقى واحدة واحدة يا حبايبي للمبتدئين كده. هنا ده نص كيلو بامية، أنا قمعته زي ما تحبي، زي ما تحبي تعملي. سيبيه سليم تقطعيه كده، أنا كنت مقطعه لأن فيه بعد واحدة كبيرة. ادي اهو نص كيلو بامية، غسلاهم منضفاهم مقمعاهم مقطعاها اهو، وجاهز على على طول على الطبيخ. هنا معانا حته دهنه. انا طبيعي لما كنا بنجيب لحمه او بيجي لحمه في العيد او حاجه، انا بشيل اي دهنه منها بقينها عندي في الفريزر، لباميه لملوخيه لخضار، اي حاجه بحط منها هنا كده حته دهنه. هحطها تتسيح كده على النار اهي. ومقطعه بصله كبيره، احنا بنحبها كده تبقى حلوه. وهنا عصرت حبايتين طماطم وحطيت عليهم معلقه صلصه. انا هنا عامله الصلصه يا حبايبي وحطاها في الفريزر. هنا يا حبايبي ما بنسيبش الدهنه تسيح، احنا يا دوب بنشوحها كده وننزل عليها بالبصل، نشوحها كده عليها اهي. هنا يا حبايبي كده انا معاكم واحده واحده للمبتدئين، حبايبي الحلوين اللي لسه اول مره يخشوا المطبخ حاجه. انا معاكم واحده واحده يا دوب احنا برضو بنحط البصله كده بنشوحها لحد ما تتشمع بس بالماده الدهنيه بتاعتها. وهنا انا دقه فصين 2 توم، لانه توم كبير فانا دقت الفصين كبار فانا دقهم كده. شايفين؟ هشوحهم بس برضو كده يا دوب يدوا الريحه بتاعتهم اهو يا حبايبي. وهننزل على برضو الباميه كده بحيث ان هي تتشوح مع بعضها، هتشم ريحتها يا حبيبتي. بصي ريحتها هتجيب اخر الشارع. نغطيها كده عشان الريحه بتاعتها على لما تشمع كده برضو بالماده الدهنيه تتشوح كده فيها. وقبل ما نحط الطماطم عليها فضلا يا حبايبي كده وليس امرا اشتركوا في القناه عشان كل حاجه توصل لكم، عشان كل حاجه في قناه الطبخ الجميل توصل لكم يا حبايب قلبي. انا معاكم واحده واحده يا حبايبي. والله ما اقولكوش يا حبايبي، ريحتها روعه كده، حاجه فاخر من الاخر. ريحتها جميله جدا. ننزل عليها بالطماطم برضو كده اهو، تحط عليها وهي بتشوح كده بتستوي كده نص معلقه كبيره كمون. قلنا الخضار بيحب الكمون يا حبايبي، والكزبره والحاجات دي، الكزبره الناشفه تتساوي بكده حاجه كده كله ني يا حبايبي، علشان عشان الضغط وحراره الجو وكده وما تبقاش حاميه علينا. هنا يا حبايبي اهي بتغلي، هنا مزودتها لما تستوي خالص. انا بحبها مستويه خالص كده. الباميه من الاكلات الجميله جدا اللي كلنا بنحبها وكل المصريين بيحبوها، زي الباميه، يعني الباميه زي الملوخيه.
الباميه والملوخيه دولت حاجه كده من التراث القديم ومن الزمن الجميل لنا كلنا. اللي انا بقطعتها كده عشان هي كانت كبيره، لكن لو هي صغيره انا بسيب القرن بقرنه. يا حبايبي كده نظبط نسيبها تستوي خالص، وبعدين نظبط الحدق بتاعها في اخر حاجه، علشان الملح ما نحطوش في الاول، لان لو حطيت الملح من الاول مع الغليان يا حبيبتي هتحدق، الاكل هيبقى حادق. هنا هي يا حبايبي هي خلاص استوت، بس انا سايباها على النار شويه لما تنشف خالص. وهنا انا بعمل لها يا حبايبي بعد ما تستوى، بعمل لها تومه وطشه زي الملوخيه بالظبط. جربها كده يا حبيبتي بالطريقه دي، هتلاقيها بصي مش هتسليها انك تعمليها على طول. بحمر التومه كده واجي احطها عليها. انا بحب لها الطشه دي كده، بتحسي كده ان هي بتبقى في حته تانية خالص، التومه دي بتوديها في حته تانية خالص. هنا بالتومه يا حبيبتي ما بنحرقهاش وما بنحمرهاش قوي عشان ما تمررش، بنخلي لونها ذهبي كده في اي اكل علشان ما تمررش الاكل. شوفوا دي بقى بتخليها في حته تانية خالص. تغلي معاها كده، بس بتغلي بقى فيها شويه كده، بتخليها حاجه كده فاخر من الاخر. اكلنا يا حبايبي ده بطعم وريحه زمان، عمرك ما هتلاقي الطبخ ده زي الوقت. كلنا بنلجأ لاكل زمان وريحه زمان، لان كان له طعم تاني خالص غير الوقت حاجه تكواي كله اكل مطاعم واكل من بره، مفيش اطعم من الاكل البيتي ده يا حبيبتي. جربها كده بالطريقه دي وادعي لي بقى. شوف اظبط الحدق بتاعها كده. يا حبايبي كده خلصنا الباميه بتاعتنا. شايفين مستويه يا حبايبي. شايفين كده حاجه فاخر من الاخر، حاجه بسم الله ما شاء الله، وطعمها روعه. دوقوا كده بالطريقه دي يا حبايبي، اعملوها بالطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم فيها. بكده بنكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده يا حبايبي. الفيديو بتاعنا كان طريقه عمل الباميه بكل حركاتها وتركاتها بطعم وريحه مفيش بعد كده. جربها يا حبيبتي بالطريقه بتاعتي كده وقولي لي ايه رايك فيها. واللي بتطبخها بطريقه تانية يقول لي، واللي عايز يعرف طريقه اي اكل طريقه عمايله يقول لي عايز اكل ايه وانا اعمله له. انا هنا فاتحه القناه بتاعتي عاملاها للمبتدئين اللي لسه اول مره يخشوا المطبخ. اتمنى اشوفكم على خير يا حبايبي ان شاء الله مع فيديو جديد وطبخه جديده.